السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ الله يعيننا ويعينكم ان شاء الله يا ربي، ويقدرنا نكملوا رمضان ديالنا على خير، ويجعلنا ربي من العتقاء من النار باذن الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم مريم من مريم كيتشن. اليوم جيت نشارك معكم رغيفات معمرين بالكفته مع واحد العجينه سحريه تجي غزاله مقرمشه مورقه ما تشبعش منها. بداو على بركه الله. اول حاجه غادي نوجد الحشوه ديالي في مقله، درت شويه ديال الزيت ودرت 2 حبات ديال البصله كبار، دائما الكميه على حسب عدد الاشخاص وشحال بغينا نصايبوا من الرغيفه. صافي درتهم هكاك في المقله حتى كتدبال شويه البصله وكتنزل، ونخليو حتى كتذهب وتاخذ اللوين. صافي نحيدوها. في نفس المقله غادي نديروا الفلفله. انا عندي هنا الفلفله الوينات مقطعه. نستعملوا بالنسبه للخضر نستعملوا اللي موجود عندنا واللي تعجبنا، مثلا الفطر مع البصله، السبانخ، نقدروا نستعملوا قريعه مقطعه مربعات صغيره. المهم اللي موجود، انا هادشي اللي عندي اللي ما في الدار هو اللي درته. صافي غادي نخليو الفلفله ديالنا حتى هي كتنزل وكتبدا تشحر واحد شويه. غادي نحيدوها، وفي نفس المقله غادي ندير هكا شويه ديال الزيت باش نشحر حتى هي الكفته ديالي، ولا باش نطيبها ماشي نشحرها. المهم انا استعملت كفته ديال البكري، نقدروا نستعملوا د الغنمي اولا الكفته ديال الدجاج حتى هي تجي غزاله كفته تتبيلات وكيبغيوها الوليدات كثار. اولا نقدروا نستعملوا الحوت، مثلا الحوت فيلي ندخلوه الفران يطيب وكنفتوه ونزيدوه مع الخضيره ديالنا اللي كنكونوا سوطيناها مع المليحه والابزار وهذا وتجي غزاله. المهم العجينه غزاله مرقه تجي فنه. نقدروا نستعملوا من الحشوات نبدلوا فيهم كما بغينا، اللي موجود عندنا واللي بغينا كلهم تيجيو غزالين. صافي هنا من بعد ما كملت الكفته ديالي يعني كنفتوها مزيان، كتبدا تكور تنفتوها مزيان وطلقات الماء ديالها. زدت عليها واحد 3 ضريسات ديال الثومه، معلقه صغيره ديال المليحه، الابزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الفلفله حمراء، الخرقوم درت غير نص الراس ديال المعلقه، غير شويه اللون، والكمون حتى هو نص معلقه صغيره، ما نكثروش منه. هنا غادي نزيد شويه ديال الزعتر تيعطي واحد المذاق زوين للحشوه ديالنا، والزعتر كيتواتى بزاف مع الكفته. نقدروا نعوضوه بالحباق اولا اي منسمات عندنا. انا هذا ندير يابس، الا كان خضري حتى هو مزيان ماشي مشكل، نقطعوه ونزيدوه. زيدت واحد 2 معالق كبار ديال القزبر مع المعدنوس. نخلطوا هكا الكفته ديالنا مزيان مع التوابل اللي درنا، وغادي نغطي عليها ونخليها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. منها تتزيد طيب، منها كتبن مزيان وكتشرب هذاك التوابل اللي درنا ليها. صافي من بعد ما كتبان لي الكفته ديالي طابت ونشفات ما بقى فيها لا ما لا والو، زدت عليها البصيله والفلفله ديالي اللي مشحرين. تنقادو الذوق الا خصنا نزيدوها كمليحه ولا ابزار، ونخليوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق هكاك مع بعضياتهم مغطين على بوطه مهيله عافيه مهيله باش كيتجانسوا مزيان مع بعضهم وتبنن الكفته ديالنا. صافي من بعد ما طفيت عليها انا العافيه صافي زدت عليها شويه ديال الزيتون خضر مقطع، وزدت عليها شويه ديال المعدنوس. غادي نحركهم مزيان صافي ونحيدوها. غادي نزيدوا عليها الجبن ولكن ماشي دابا، حتى تبرد وحتى نبغيو نعمروا بها الرغيفات ديالنا. عاد نزيدوا عليها الفرماج باش ما كيذوبش هكا مع الحشوه، حتى كيدخلوا الفران عاد كيذوب باش كيجينا هكاك معلق غزال. صافي غادي نديرو هكا في شي طبسيل ونخليوها تبرد حتى الوقيته اللي غادي نبغيو هكا حتى نوجدوا العجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه عندي 600 غرام ديال الدقيق، 10 غرام ديال الملحه، معلقه كبيره ديال العسل، بيضه، وعندي 375 مليلتر ديال الماء. الماء دائما كما كنقولوا كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب الماء بزاف كاين اللي ما كيشربش، يعني كنزيدوا الماء شويه بشويه باش العجين اهم حاجه ما خصوش يكون قاصح بزاف وما يكونش خفيف، يعني كيكون العجين رطب مجموع ويكون رطب. درت المليحه ديالي، درت بيضه، معلقه ديال العسل، اللي بغى يدير معلقه السكر حتى هي ماشي مشكل. صافي وتنجمع العجينه ديالي بالماء بارد. انا خديت لي الكاس كامل يعني 375 مليلتر كامله. صافي تنبقى نجمع، ما غادي ندلك، ما غادي نديروا لها عجانه لا والو، غير تنجمعوها حتى كتجانس الدقيق مع الماء، ما يبقاش يبان لنا الدقيق هكا في القصريه ديالنا. صافي غادي نغطيها ونخليها ترتاح، او نقدروا نديروها في شي زيبلاك ونسدوا عليها اولا شي بواطه تكون كتحكم مزيان. المهم هي خصها تكون ما يدخل ليهاش كاع الهواء. صافي نخليها تقريبا خليتها واحد 35 دقيقه حتى كترتاح وكتدلك مع راسها وكتولي العجينه طايعه وطلقه الخيط غزاله. هنا كما تشوفوا معايا كتولي بحال كتلصق، غير تنمعكها واحد شويه واحد 2 دقائق تقريبا. صافي انت كتبان لي مابقاتش كتلصق، هي داغي غير تتبدا تدلكها واحد شويه صافي ما كتلصق ما والو. عجينه اللي سهله ماهله بلا عجين بلا ما تحرقي يداتك لا كتافك لا والو، وتجي غزاله وسهله في الخدمه ديالها في التوراق ديالها تجي زوينه. صافي كما شفتوا معايا غير جمعتها واحد شويه دهنتها هكا بالزيت وغادي نغطيها ونخليها تقريبا واحد 20 دقيقه واحده اخرى. هاد العجينه ما فيها لا خميره لا والو، راه نقدروا نوجدوها اليوم ونخدموا بها حتى الغدا، غير ندخلوها للثلاجه. الوقيته اللي كنبغيو نستعملوها تنخرجوها نخليوها برا غير تاخذ درجه الحراره ديال الكوزينه ديالنا صافي ونخدموا فيها. لان العجين ما تكونش فيها الخميره ما تتخافش منها ما تيوقع عليها والو. صافي من بعد غادي نشكل هكا كويرات.
صافي انا بعد ما ساليت درت الكويرات ديالي كاملين كندير لهم هكا بزويته، وخليت 3 كبار، درتهم هذوك 3 كبار غادي ندير بهم يعني مسمنه كبيره، هذيك تجي بحال بسطيله. صافي دهنتهم هكاك بزويته، ها كما تشوفوا معايا هذوما الكرات الكبار درت لهم 3 غادي ندير بهم وحده كبيره. صافي تندهنهم بالزيت ونبدا نطلق. دائما تنبداو نطلقوا من هذيك الاولى اللي تتكون ارتاحت. صافي هنا الحشوه ديالي زدت عليها شويه ديال الفرماج، نخلطوهم مزيان ونبداو نطلقوا في الرغيفات ديالنا. دائما كما قلنا تنبداو بالاولى نطلقوها مزيان. في الاول كنستعملوا غير الزيت، تنطلقوا غير بالزيت حتى كتطلق مزيان، تتبقاي تشوفي هكا سطح العمل. يعني كل ما ورقتيها مزيان كل ما كيجيو الرغيفات ديالنا مورقين. ملي كنطلقها مزيان كندهنها بالزبده، يعني حتى ملي كنطويها كندهن بالزبده، يعني البلايص اللي ما كتوصل ليهمش. بعد كنعاود نطلق الكره الثانيه ديال العجينه حتى هي كندهنها بالزبده، وتندير فيها الرغيفه اللي ربعنا، هي هذيك اللي طوينا الاولين، الرغيفات المربعين ديالنا العاديين. صافي تندهن بالزبده وتندير هكا وحده في قلب وحده، ونبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى نكملوا العجينه اللي عندنا كامله. نفس الطريقه درتها لهذوك 3 الكرات اللي خليتهم كبار، يعني حتى هما هذوك درتهم 3 لان غادي يجيو كبارين. صافي ملي كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله كنرجعوا ثاني هذيك الاولى اللي طويناها تتكون ارتاحت. صافي كنطلقوها كما تشوفوا معايا، ما نضغطوش بزاف، سيختو على الوسط باش ما تقطعش لينا العجينه ملي نديروا فيها العماره. صافي تنديروا هكا شويه ديال الحشوه ديالنا ونجمعوها، كنجمعوا غير القناه ديالها، راه ما تتحل ما والو لا في الفران. يعني ملي كتدخلهم الفران تيطيبوا كيبان لك هكا كيتنفخوا، ولكن راه ما تيتحلوا ما والو، يعني العجينه تتلصق على بعضياتها. هنا درت لها واحد نص حبه ديال الزيتون. سابقه غادي نكمل العجين ديالي كامل. من بعد شعلت الفران ديالي يسخن، تندهنهم هكا الوجه ديالهم بشويه ديال الزبده وندخلهم الفران حتى كيطيبوا ويتحمروا، نبانوا لي بداو كيطيبوا شويه من التحت. شعلت ليهم الفوق تحمروا وذهب اللون ديالهم. صافي تنخرجهم. في هذه الاثناء هما تيطيبوا في الفران. انا كملت هذيك اللي كانت مازال هي الكبيره، هذه هي اللي سهله ماهله الصراحه، اسرع ما يكون. انا يعني هذه شي حاجه اللي سريعه. الاخرين صغارين تنبغيهم هكاك الوليدات، يعني راك عارف الوليدات ما كيصوموش صغارين، كيجيو خصهم ياكلوا هذيك تجبدها من الثلاجه سخنه وعطيها لهم، على بعض المرات يديو معاهم هكا المدرسه اولا الكره تيجيو ساهلين. اما مع زمن السرعه والوقت، انا صراحه في رمضان ما تنبقاش نبقى في الكوزينه بزاف، يعني تنحاول ندير حويجات اللي ساهلين وسراعين. يعني نبغي ندخل الكوزينه حتى للساعتين الاخرى باش الواحد يبقى لك الوقت الحويجات مهمين اخرين. المهم اللي هي الصلاه ديالنا والعباده اكيد. صافي هنا من بعد ما طلقت العجين ديالي كما شفتوا نديروا فيها الكميه اللي بقات لينا ديال الحشوه ديالنا، زدت عليها شويه ديال الفرماج وكنطويها، كنجمع لها كاك الجناب ديالها من الفوق ومن التحت. نقاده شويه غادي نجيب عليها واحد الورقه واحده اخرى ديال هكا. من الاحسن كما قلنا الاولى نطلقوها فوق الورق باش كتسهل علينا نقلبوها باش نديروها في اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران، لان الا طلقناها في البوطاجير ما غاديش نقدو نهزوها. صافي بعد ما قلبتها درتها هكا في اللاطه بحال غير كنضغط عليها واحد شويه. غادي نعاود ندهنها حتى هي بالزبده الوجه ديالها وندخلوها للفران حتى كطيب وتحمر كما الوالدين ديالنا هما طابوا وتحمروا. الريحه طالعه منهم غزاله ديال الكفته مع الزعتر تعطي واحد المذاق غزال، والجبن ملي كيدوب فيهم صراحه تيجيو غزالين. من غير رمضان صراحه نوجدهم هكا للعشاء اولا للكوتي تيجيو رائعين. صافي كملت معايا حتى الثاني هذيك الرغيفه او المسمنه الكبيره حتى هي طابت وتحمرت. غير هو الفران ما يكونش الفران مجهد، يعني باش يطيبوا مزيان من داخل الفران خصو يكون مهيل شويه. انا الفران صراحه 350 لان ماشي مجهد. ملي كنبغي نطيب الخبز اولا شي حاجه اخرى تنوصلوا حتى 400 بعض المرات حتى 430، ولكن في الرغيفات ولا هذا تنخليهم على هكا يعني عافيتكم متوسطه. صافي كما تشوفوا معايا هذه الكبيره درت لها شويه ديال الجبن ديال على وجهها. سمعوا معايا التقرميشه كي دايره تجي غزاله. واخا باقي المغرب، المهم قلت غادي نقطع معكم غير طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي مرقه من داخل ومعلكه مع داك الحشوه مع الجبن تجي غزاله. شوف كي محمره ومرقه، وسمعي معايا التقرميشه ديالها صراحه تيجيو غزالين. يعني هاد العجينه هذه تقدري تعتمديها هكا في المعجنات ديالك ولا اي حشوه تعمريها ولا غير هكاك تلقيهم وديري فيهم شويه ديال الفرماج وشويه الزيتون تيجيو غزالين. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم، اللي يعني بقى معايا حتى لهنا شكرا بزاف. اللي تيشوف القناه لاول مره مرحبا بكم، انضموا للقناه وضغطوا على زر الجرس يوصل لكم الجديد ان شاء الله مع فيديو جديد وصفه جديده. في امان الله.